واش حقا الفتوحات الإسلامية كانت استعمارا كما كيقول الفهم البطرسي، أو لا هي كانت فتوحات حقيقية كما كتقول المصادر التاريخية عندنا في المغرب والفهم التاريخي ديال هذه الأرض هذه؟ تم قتل الهوية الأمازيغية للمنطقة بأكملها. وعلاش البعض مصر أنه يطعن في المصادر التاريخية ديال المغرب ويشكك فيها لكي يستقيم فهمه المستورد من الخارج؟ الذين فتحوا الأندلس هم المور ب 17,000 أمازيغي موري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة هذه إن شاء الله سنتحدث عن الفتوحات الإسلامية وخاصة في شمال إفريقيا. لكن قبل هذا خلونا نشكر كل الإخوة الداعمين للمقطع وكل الإخوة المتابعين لنا والذين لا يبخلون علينا بالدعم ومشاركة المقطع والتفاعل معه، فالدال على الخير كفاعله. كذلك كنشكر المخالفين الذين علقوا على المقطع السابق واللي التوعد فيهم لم يتطرق إلى موضوع المقطع ويجيب على الأسئلة الموجودة فيه، الذي كان موضوعه حول تاريخ البرغواطيين وكشف حقيقة الأساليب التي يتم الترويج لها لفكر دخيل على المغاربة. المخالفين بدل أن يردوا على المقطع لجأوا إلى تشعيب والتشغيب وتحويل النقاش إلى الطعن في الدولة الأموية والطعن في الفتوحات وأنها لم تكن فتوحات بل كانت استعمارا، علما أن صاحب الحق يكفي أنه يدفع الحق أو يدافع عن الحق بالأدلة بدل التشغيب. بما أن المخالف يزعم أن التاريخ الأمازيغي كان في صفه فطرحنا أسئلة مشروعة لكن لم نلقى الرد، بل وجدنا أو لقينا تحريف ديال النقاش. واستجابة لرغبة المخالفين هذا المقطع هذا إن شاء الله سيكون عن الفتوحات، ومن باب إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، باش في المرة المقبلة نركز في الموضوع ولا نشعب. فنشكرهم لأنهم كانوا سببا لنشر الوعي للناس. وهنا سؤال الناس المسلمين الذين يرددون هذا الكلام هذا بدون ما يعلموا حقيقة طعنات اللي فيه. أولا، واش انتم كتشوفوا أن الإسلام نعمة أنعمها الله عز وجل بها علينا، نعم أم لا؟ إذا كان لا فلا معنى أنك تناقش في الفتوحات وتناقش في تاريخ انتشار الدين الإسلامي لماذا؟ لأنك لا تتفق في الأصل، بحيث أنك أنت أصلا كتشوفها ليس بنعمة وكتشوفها أنها ماشي نعمة من الله عز وجل، وإلا كنت كتشوفها أنها نعمة من الله عز وجل بل لا تتم راحة الحياة وراحة الإنسان إلا بها، بحيث أن الإنسان بلا دين هو إنسان حائر شاك ضال في هذه الحياة، لأن الدين هو المصدر اللي كيوريك حقيقة الغاية اللي أنت من أجلها خلقت في هذه الحياة. أنت لم تخلق هنا لإعمار الأرض ولهذه الأرض، بل نحن والملحد والبوذي وغير ذلك نتفق على أننا سنموت وأن هذه الأرض ليست دار خلود، ونتفق كذلك على مسألة وإن أنكرها الجاحدون أن الإنسان دائما ما يبحث عن غاية لوجوده وأنه لن يرتاح حتى يجد هذه الغاية، فإن الدين كيجيك ويقدم لك الأجوبة على الأسئلة الغائية اللي عندك. علاش أنت هنا؟ شكون جابك هنا؟ شنو بغى منك؟ فالحياة لا تستقيم إلا بالإجابة على هذه الأسئلة هذه. وأكيد أن المصدر الذي سيجيبنا على هذه الأسئلة سيكون نعمة عظيمة، وهذا المصدر ينبغي أن يكون مدعوما بالأدلة كما احنا بفضل الله عز وجل أن أدلة على صحة الدين. قرآننا محفوظ وقدروا نثبتوه بالأدلة القطعية العقلية والنقلية الصحيحة وأدلة النبوة المنتشرة إلى اليوم، بخلاف الناس اللي كيآمنوا بالقرآن برغواطة وهم لا يعرفون حتى ما هو هذا القرآن وشنو فيه. فهؤلاء شفقة بهم ما غاديش نبركوا عليهم في هذه النقطة ديال أثبتوا لنا صحة قرآنكم. غندوزوا المسألة واحدة أخرى اللي هي مسألة كذلك متعلقة بالتاريخ، متعلقة بتاريخ الإسلام. فإذا كان نعمة كما قلنا فإذا أكيد الناس اللي جاوا وراونا هذا النعمة هذه أكيد ناس يمدحون، واحد ورالك الخير، فما بالك إن صاحب هذا أنه رفع الظلم عن أجدادنا ورفع الطغيان الذي كان يمارس عليهم بيننا وبين هذا الناس هذو المصادر التاريخية، بل ماشي فقط المصادر التاريخية، المصادر المخالفة، ماشي المصادر اللي من هذه الأرض. فإحنا ما غنجيوش بكتبنا كتب المعتبرة عندنا في المغرب لأنها عند هذا الناس هذو كتب لا تقوم بها الحجة وتتحامل على الأمازيغ وكذا وكل هذه الشعارات، لكننا سنأتي من الكتب التي يعتبرونها حجة، من الكتب الآخر الكتب الغربية ابتداء. فأغلب المصادر المعتمدة في هذا المقطع هذا، أقول أغلب وليس كل، ستكون من هذا الصنف. إذا بغينا نعرف واش فتوحات ولا استعمار خليونا أصلا نشوفوا شنو غير الإسلام وكيفاش كانت هذه الأرض هذه قبل
ما يجي الإسلام وكيفاش كانت بعدها. وعندما نعرض الحقائق التاريخية الحكم لك، إلا بغيتي تتبع المصادر التاريخية والحقائق العلمية، أو أن الإنسان يصر على ذيك الدغمائية المخالفة للوقائع والمصادمة لتاريخنا. أول مصدر غادي نجيو به هو مصدر مغربي كذلك، لكنه مصدر ديال عبد الله العلوي. معروف التوجه ديال عبد الله العلوي ليس سلفيا فيما أعلم، وأنه يروج كثيرا للحداثة، وحتى أنه جاء بفكرة القطيعة مع التراث وتجاوزه للرجوع إليه. لكن هو معروف أنه مصدر يعني ليس من المصادر المشرقية كما يقول هؤلاء. فخلونا نشوفوا شنو قال على فترة الحكم قبل دخول الإسلام. لكن هناك أمرا مؤكدا، هو أن المغرب المفتوح يمثل أغنى جزء في شمال إفريقيا، فالمفروض أن يكون سكانه أساس كل بناء اجتماعي، إلا أنهم كانوا في الواقع أفقر المغاربة وأكثرهم عرضة للاستغلال والهوان. كانوا يرون في الإمبراطورية والكنيسة أصل شقائهم وبؤسهم، دون أن يلمسوا في الدولة القائمة أي منفعة. إذا المغاربة قبل هذا كانوا يستغلون من طرف الإمبراطوريات القائمة، لأن شنو كيحاولوا يصوروك دابا دعاة هذه المعارض هذه، كيحاولوا يصوروك أنه كان الإسلام والبربر والأمازيغ، لم يكن هناك غيرهم، بالعكس. لكن الأمر اللي ما كيبينوا لكش هو أنه كان هناك إسلام، كان هناك الدولة الإسلامية، وكان هناك كذلك إمبراطوريات قائمة تضطهد الناس وتظلم الناس. وشتي حتى فاش كيجوا مثلا يستشهدوا لكم كسيلة وكذا، كسيلة من الذي ساعده على قتل عقبة بن نافع رحمه الله؟ نسأل الله أن يجزيه خيرا على هذا الخير الذي قدم به إلينا. عقبة بن نافع قتله كسيلة، لكن بسبب من؟ أو بإعانة من؟ بإعانة الرومان. الرومان هم من أعانوا كسيلة على قتله لعقبة بن نافع. غير باش تعرفوا أن الإشكالية الحقيقية لم تكن مع الأمازيغ كأمازيغ، بل كانت مع الإيديولوجيات والإمبراطوريات التي تؤثر على الأمازيغ والتي كانت تستعبد الأمازيغ. لأن الإسلام ما كانش كيمشي عند عموم الناس، والفاتحون المسلمين ما كانوش كيمشيوا عند عموم الناس وعند الإنسان البريء اللي في بيته، لا، بل كانوا يستهدفون الناس، الرؤوس القبيلة الذين كانوا يظلمون الناس، وكانوا يستهدفون فلول الأنظمة والإمبراطوريات السابقة، النظام الروماني. وقبل هذا في حديثنا عن عقبة بن نافع كنا شفنا الرواية ديال جدع الأنف واستعباد قبائل العرب وقبائل الأمازيغ وغير ذلك، كنا شفنا أن هذه رواية منقطعة لا تصح. الأمر الثاني حتى أن هذه الروايات هذه شنو فيها؟ فيها أنه لم يستعبد، ماشي أنه استعبد، لا، لكن هم في الأصل عبيد عند هذا الحاكم هذا. ولا شك أن حكم العبيد في الإسلام ماشي هو حكم العبيد عند القبائل الأخرى. في الإسلام حض على العتق، أن يعتقهم، نهى على ضربهم، وأن يكلفهم ما لا يطيق، وأمر بالإحسان إليهم، أن يلبسهم ما لا يلبس مما يلبس، وأن يطعمهم مما يطعم، حتى أن هناك علماء موالي، حتى أن هناك قراء، حتى أن هناك ملوك موالي، وأباح لهم المكاتبة، أعطاهم حرية الاختيار واش يبقاو في العبودية. حتى هذا لفظ عبودية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه، بل أمرنا أن نقول فتاي وغلامي. هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل، غتلقى واحد الرابط ديال الرد على الشبهة وما قال فيه إن شاء الله كتبته في الرد على هذه الشبهة. فالشاهد من الكلام أنه البقاء ديالو في واحد البيئة ديال الإسلامية اللي كتحرره من هذا الطغيان اللي كانوا كيعيشوا أفضل. هذا إن سلمنا بصحة الرواية. عودة إلى موضوعنا، المصادر تقول أن المشكلة ديال الفاتح المسلمين لم تكن مع القبائل البربرية أو الأمازيغية، بل كانت مع الإمبراطوريات التي كانت تستغل هذه القبائل من أجل فرض السيطرة واستعباد الناس. والناس كذلك اللي اعترفوا بهذا عبد الله العلوي هو من المصادر التي تعتمدونها كذلك. فيقول يروي الإخباريون أن جيش كسيلة كان يضم عددا من جنود الروم، ألا يتعلق الأمر بمحاربين يعملون لأنفسهم بعد أن انتهت السلطة البيزنطية. بموت عقبة رجع العرب إلى نقطة البداية. وهذا الكلام هذا أكده كذلك ابن خلدون. فخلونا نقرأ الكلام ديال ابن خلدون. يقول فلما نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة، أي لما نظروا إلى عقبة بن نافع قال وراسلوا كسيلة باللزم ودلوه على الفرصة فيها، فانتهزها وراسل بني عمه ومن تبعهم من البربر واتبعوا عقبة وأصحابه رضي الله عنه، حتى إذا غشوه بتهدى ترجل القوم وكسروا أجفان سيوفهم إلى نهاية الكلام. إذا الأمر لم يكن حربا للأمازيغ لأنهم أمازيغ الأبرياء، لا، بل كان حربا على فلول الإمبراطوريات السابقة
وعلى فلول الإمبراطوريات التي استعبدت الناس والتي هدفها كسر الإسلام. علاش كسر الإسلام؟ لأنه كسر استعبادهم للناس. لهذا من أهم المشاركين في الفتوحات ديال الأندلس وكذا كتلقى الأمازيغ. ودابا تخيلوا معايا الإخوان أن هاد الناس هادو باغي يقنعونا أن جدادنا كانوا غزاة وغزاهم المسلمون، ولكن مع هذا مع غزوهم شنو داروا؟ مشاو كيدافعوا على الإسلام وكينشروا الإسلام. أي غزو هذا؟ هذا ماشي غزو. وكانوا مشاركين ماشي عبيد وكذا، لا بل كانوا مشاركين في الفتوحات. وإلا كان أجدادنا حالهم كهذا وقلتوا بالغزو، فالذي يقول هذا يصف تاريخنا وأجدادنا بأقبح صفة وأقذع صفة. ما خليتوا للناس فين يفتخروا بهذا الكلام. لكن الافتخار الحقيقي هو الافتخار ديالنا نحن، نفتخر بأجدادنا ونرفع رؤوسنا. احنا كاع القادة وكاع الحكماء وكاع العلماء وكاع من مر على هذه الأرض ولم يكن على مذهبكم ولا دينكم ولا عقيدتكم. داك الشيء علاش فاش نهار جيتوا تفتخروا افتخرتوا بمدعي للنبوة كذاب. نهار بغى الطرح هذا الإخوان يفتخر ويجيب لنا شخصيات من التاريخ، جاب لنا مدعي للنبوة كذاب، كذب على الأمازيغ ودلس على الأمازيغ باش يعطي الشرعية للحكم ديالو وأباد الأمازيغ. جابوا لنا واحد مدعي للنبوة كذاب لا دليل على نبوته من جهة، وجابوا لنا واحد أوصى بإبادة الأمازيغ. هذا هو الفرق بينما نحن نفتخر بأجدادنا كانوا على عقيدتي، كانوا على ديني، وكانوا على نظرتي. فشكون المستلم؟ كارل بروكلمان يقول بصريح العبارة: ولكن المؤسس الحقيقي للحكم العربي في إفريقية الشمالية هو عقبة بن نافع ابن خالة عمرو فاتح مصر. وكان عقبة قد فتح برقة بعد أن صار عليها بجيوشه من مصر، وفي سنة 670 وفق بمعونة البربر إلى القضاء على الحكم النصراني في شمال إفريقية جملة واحدة، ثم عزل بعد ذلك. هذه هي الحاجة اللي ما غاديش تعمركم تجاوبوها الناس. واش حنا ننكر أنه كانت مقاومة بين الفاتحين المسلمين وبين بعض القبائل الأمازيغية؟ نعم لا ننكر هذا. طيب كذلك من الأمور اللي كيفتخروا بها هذا الشيء. إلا جيتي الناس اللي كيفتخروا بهم كتلقاه يا مدعي النبوة يا شخص تحالف مع الذين استعبدوا أجدادنا، مع الإمبراطوريات التي استعبدت أجدادنا وأباءنا الأمازيغ. فهذا الفكر هذا ديال الفصل المشرق على المغرب، أن المشرق غزا المغاربة وكذا وكذا والتشكيك في تاريخنا، هذا منهج استعماري ديال الدراسات الاستعمارية بالأمس القريب. لكن خلونا نقراو كذلك كلام للعلوي في نفس المصدر. يقول في الصفحة 124: حتى ظهر عنصر جديد هو تجمع البربر تحت قيادة الكاهنة الأوراسية بتحالف مع جماعات بيزنطية مسلحة. حين ذاك خانه الحظ في مواجهة دارت في منطقة بغاي وإلى نهاية الكلام. فإذا هذا الكلام هذا كيبين لك أن هادو اللي كيفتخروا كانوا حلفاء للرومان والبيزنطيين، وكيبين لك حقيقة الإشكالية اللي كانت عند المسلمين لم تكن مع البربر من حيث أنهم أمازيغ، لا، بل كانت المشكلة مع الإمبراطوريات اللي كانت تستعبد الأمازيغ آنذاك. هو الأمازيغ والبربر ليس محل النقاش في هذا التفصيل هذا فيهم، لكن كتب التاريخ تذكر البربر. وقضية أمازيغ، بما أن الأمازيغ لا يحبون أن ينادون بالبربر فنناديهم بما يحبون بالأمازيغ، ما دام في الأمر سعة والله أعلم. آخر كيذكر هذه الحقيقة هذه أن إشكالية الفاتحين المسلمين لم تكن مع القبائل الأمازيغية بالذات، بل كانت مع الإمبراطوريات التي استعبدتهم. كنا بينا سبل هذا الاستعباد هذا في حلقات سابقة وأشرنا إلى هذا في المراجع. كذلك يقول ويل ديرونت في قصة الحضارة، يقول كلاما مهما عن توسيع الفتوح. يقول: وبعد فإن من الحقائق المقررة أن كل فتح يخلق حدودا جديدة فتوحي بفتح جديد. وأراد المسلمون أن يحموا مصر الإسلامية من هجوم على جناحها الغربي من قيرين البيزنطية، فزحفوا بجيش إلى نهاية الكلام. إذن المشكلة أين؟ المشكلة في الإمبراطوريات، لأن هذه هي اللي كانت كتشتغل الأمازيغ، لأن الإسلام جاء وحمى هذه الأرض وحمى هذه الشعوب. داك الشيء علاش أجدادنا دافعوا عليه. راه أجدادنا ماشي مدلولين يدافعوا على واحد الحاجة أذلتهم، لا، أجدادنا أعزة. راه أجدادنا ماشي غير هكذا، صاروا يقدسون بين قوسين يقدسون ويعظمون الناس اللي جايين من المشرق ومن النسب النبوي الشريف. راه ماشي غير هكاك، حتى كيسميوهم عندنا الشرفاء. راه ماشي غير هكاك وجاو سموهم هكا. شنو كيسميو الشرفاء؟ الناس استعبدوهم. الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل في نقله. وحنا اغلب المصادر اللي جبنا مصادر شرقيه، بروكلمان، ويل ديرون. وحتى فاش جبنا مثلا الكلام ديال عبد الله العلوي، عبد الله العلوي معروف توجهه. علاش جبنا اغلب المصادر ديال المستشرقين؟ لان الناس هادو ما بغاوش المصادر المغربيه،
وكتحتاج لهم مصدر مغربي كيقول لك لا لم يكن محايدا. مصدر آخر من ويل يورون قصة الحضارة. وحال عمرو بين العرب وبين نهب المدينة وفضل أن يفرض عليها الجزية، ولم يكن في وسعه أن يدرك أسباب الخلافات الدينية بين المذاهب المسيحية المختلفة، ولذلك منع أعوانه لعاقبة أن ينتقموا من خصومهم الملكانيين. فاش مسلم دخل كيصلح ومنعهم من أنه من الانتقام من خصومهم. عجيب هذا الشيء. ولكن الإسلام جاء والغاز وفرضه بالسيف وكذا، كيف أن ما هو موجود في الكتب مخالف إلى فهم البطرسية فرض جاء بالسيف. عجيب هذا الشيء. وخالف ما جرت عليه عادة الفاتحين من أقدم الأزمنة، فأعلن حرية العبادة لجميع أهل المدينة. نزيدك مصدر آخر اقرأ. لم يكن الشرق الأدنى إلا جزءا من العالم الإسلامي، وقد استعادت مصر تحت حكم المسلمين مجدها الفرعوني، كما استعادت تونس ومراكش بزعامة العرب ما كان لهما من حكومة منظمة. وبطبيعة الحال حنا لم نعتمد في تاريخنا على هذه المصادر هذه التي ذكرت، بل هذه من باب الإلزام فقط. بل حنا عندنا مصادر الحمد لله نعتز بها، مصادرنا التاريخية نعتز بها ونفتخر بها. لكن مع الأسف غير كنجيب لهم المصادر التاريخية ديال المغاربة كيقول لك هذه مصادر ليست محايدة وتميل في صف الإسلام. وخلاصة الكلام هذه فتوحات. علاش هي فتوحات؟ أولا لأنها أنقذتنا بأحسن عقيدة الإسلامية، وعرفتنا الغاية من الوجود وخدناها بيقين وقناعة، ونقالتها صادقون. أما سياسة أضرب الناقل يسقط المنقول هذه سياسة قديمة. ثانيا أنهم أنقذوا أجدادنا من الغزو الذي كان عليهم ومن الاضطهاد الذي كان عليهم. ثالثا أن جدودنا نشروها وشاركوا في هذا. فإذا اتهمت هذو بالخيانة اتهم كذلك أجدادنا بالتعسف والخيانة. بما أن هاد الناس هادو يتحدثون عن الغزو وعندهم مشكلة بالفعل وعقدة من الاستعمار، وبقوا فيهم جدودنا اللي جاوا الفاتحين المسلمين وغزاوهم مشكلة. الإنسان الذي بالفعل هذا شعوره، الإنسان اللي الشعور ديالو بالفعل هذا خاص يكون يمقت الاستعمار بشكل عام. غير تسمع الاستعمار تمقته. علاش؟ لأنك أنت بحسب زعمك أن عندك تاريخ أسود وما حاملوش معاه. فعلاش ما كتدويوش على ما يحصل على إخواننا في أرض العزة؟ علاش هاد السنوات هذه كاملة ما شفناكمش دويتوا عليهم؟ لماذا لا تتضامنون؟ ياك أنت عندك مشكلة مع الاستعمار